بلاش تفقد اخوك علشان خداع الاطفال. بلاش تفقده علشان زن مراتك تقعد تقولك ولاد اخوك ضربوا ولادك، ابن اخوك عمل، ابن اخوك سوى، اصل انت مش راجل، مش قادر تدافع عني، مش قادر تدافع عن ولادك. بلاش. الستات اللي من النوعية دي انا بعتبرها محراب شر، ستات هدامة. عمرها ما تبقى ستات تحسس الواحد ان اهله دول اهم حاجة. عمرها ما هتبقى ستات ودودة او ستات تحب اهل جوزها. عارفين المثل اللي بيقول قاضي العيال اشتكى؟ فعلا المثل ده صادق. مشكلة النهاردة مشكلة هايفة، بس في نفس الوقت مشكلة مش سهلة. بتحصل بكل أسف في الأرياف، في الصعيد، في المناطق الشعبية. وبالفعل حصلت في الأرياف. 2 اخوات اتربوا على حب بعض من صغرهم لحد ما اتجوزوا. واحد اتجوز زميلته، والتاني اتجوز بنت خالته. اللي اتجوز بنت خالته مش طايقة سلفتها، لأنها كانت نفسها أختها هي اللي تتجوز سلفها، واعتبرت إن دي غريبة جت دخلت العيلة، فبقت بتتلكك ليها من أول الجواز. تحط لها زبالة قدام الشقة، تبهدل لها قدام شقتها، ترش مية، ترش زيت، المهم تقرفها. والتانية تشتكي، جوزها يقول لها معلش وفهمها الموضوع. قال لها هي بتقرفك علشان كانت عايزاني اتجوز اختها، ما تدهاش فرصة وكبري. ويا ستي اللي هتبهدله انا لما اجي من الشغل هعملهولك انا، ما تعمليش انتي. قالت له قول لاخوك. قال لها اخويا سيبيه على عماه. اخويا مهما قلت له يقول لي انت ما انتش طايق بنت خالتك، فكبري. قالت له اللي انت شايفه. مرت السنين والاتنين خلفوا، ولادهم كبروا، اطفال بتلعب في مدخل البيت. شيء طبيعي ووارد الاطفال تتخانق وترجع تتصالح، ويتخانقوا ويتصالحوا، دي سنة الحياة، عيال يا جماعة. لكن الكارثة خناق السلايف. لما ولاد السلفة اللي هي بنت خالته يضربوا ولاد عمهم يبقى حلو على قلبها. العيال يطلعوا يقولوا لها يا مرات عم ولادك ضربونا، تقول لهم انتوا ولاد عم اخوات، معلش استحملوا، وتقفل الباب في وشهم. بقى لو ولادها اللي جم يعيطوا ويجوا يقولوا لها انضربنا، تنزل جري على سلفتها، دب 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 على الباب، وخناقه وقله ادب وشتيمه لسلفتها. يا ريت على كده اول ما جوزها يجي تقومه على اخوه، اصل انت مالكش شخصيه. مرات اخوك بهدلتني وشتمتني والعيال شتموني، وتأول. عارفين تحطوا البهارات. التاني بدل ما يتصل باخوه، مش هقول ينزل يسأله، يتصل يا اخويا ايه اللي حصل، لا، ينزل جري يرزع في الباب، وما تفتح مرات اخوه يروح لطشها بالقلم واقذر الشتايم يقولها لها. التانية ساكتة تعيط وتنبه على عيالها ما تقولوش لابوكم، علشان الاخوات ما يمسكوش في خناق بعض.
تروح تشتكي لحماتها، يا امي حصل كذا كذا. الست لا حول لها ولا قوه، تقول لها يا بنتي انا سامعه كل حاجه، قولي لي اعمل ايه مع بنت اختي. هي مش بنت اختي بس جباره، ده الحمد لله ان اختها ما اتجوزتش جوزك. ده انا مش قادره على واحده. اقول ايه؟ انا اللي جبته لنفسي، انا اللي جبتها وزرعتها في البيت. معلش يا بنت استحملي، ما تجيبيش سيره لجوزك علشان الاخوات ما يقعوش في بعض. تقول لها حاضر يا امي. فضل الوضع ده لحد ما في يوم جوزها راجع بدري من الشغل، تعب وزمايله مسندينه، وسمع اخوه بيبهدل مراته، عمال يشتمها ويهينها، ويقول لها اصل جوزك ده مش راجل، ضعيف الشخصيه، مش قادر يلمك، لكن انا اللي هلمك، ومن المنقي خيار يديهولها. الراجل سمع الكلام، نسي تعبه، نسي عياه، طلع جري على السلم. قال له بتقول الكلام ده لمرات اخوك، لمراتي وانا عايش؟ قال له وديها بالجزمه ووديك. قال له عيب، ده انا اخوك الكبير. قال له بس مالكش شخصيه، هي راكبه ومدلدله. قال له برضه مراتي اللي راكبه ومدلدله، ما تخليني حاطط في قلبي وساكت. لقى مراته عماله تعيط، قال لها ايه اللي حصل؟ قالت له مفيش. احكي. قالت له مفيش. قال لها احكي، يا اما ما انتش قاعده في البيت وهتبقي طالق. ابنه خرج حكى له كل اللي حصل، ودي مش اول مره عمي يعملها ومرات عمي. راجل حر اتأثر وزعل علشان مراته، اتخانق مع اخوه، اخوات اتخانقوا مع بعض وعوروا بعض، ووصل الامر للشرطه. اتدخلوا اهل الخير، خلوهم يتنازلوا وقعدوا في قعده عرفيه. لقوا الغلط عند الاخ الصغير ومراته، ورغم ذلك الاخ الصغير رفض يعتذر لاخوه، وقال له البيت ما يسعناش احنا الاتنين، يا انت تشتري حقي يا انا اللي اشتري حقك، لكن احنا الاتنين ما نقعدش مع بعض. الام لما عرفت قالت لابنها الكبير اشتري حق اخوك. قال لها يا امي ما معيش فلوس، ما تكفيش، اجيب منين؟ ما انت عارفه اللي جاي على قد اللي رايح، اجيب منين؟ ده انا كل اللي حلت من ظهر دنيتي حوالي 10,000 جنيه، اجيب منين؟ قالت له يا ابني ان شاء الله هتتفك، بس انت قيم البيت وراعي ان انا ليا فيه حقي، هديهولك بيع وشراء، بس اشتري حق اخوك. هتجيبي منين يا امي؟ قالت له مالكش فيا. فعلا جه واحد تم من البيت، الست باعت ذهبها وكان عندها ارض باعتها، وجابت الفلوس لابنها الكبير وقالت له خد ادفع لاخوك، خليه يغور من هنا هو ومراته، ده مسمار يا ابني، شيل المسمار من البيت. بالفعل مشي اخوه وراح اجر، خلال سنة كان صرف فلوس البيت، حقه في البيت. الايجار كل سنة بيعلى 10%. مراته بدأت تشتكي، مفيش، المرتب يدوب اللي جاي على قد اللي رايح، والايجار فمفيش.
بدأت تذل في جوزها. ما انتش راجل، مش قادر تأكلنا، مش قادر تشربنا، مش قادر مش عارف ايه. بقت الدنيا سودا في وشه. اكتشف فجأة ان مراته محراب شر. رجع ندمان لأمه وأخوه، ويقول لأخوه رجعني البيت تاني، رجعني، إياكش أكون مؤاجر البيت، ما تسيبنيش للغريب يلطش فيا، وأنا هلتزم معاك كل شهر بالإيجار. الأخ محتار، بيقول شقة أخويا فاضية، أرجعه يقعد فيها وعفى الله عما سلف، ولا أعمل إيه؟ مراتي رافضة وأمي رافضة، بس أنا خايف أكون كده بقطع الرحم بيني وبين أخويا. لو انت مكاني يا توه هتعملي ايه؟ لو انت مكاني يا توه هتعملي ايه؟ وهتسمع كلام اختك؟ لو انا مكانك ارفض ارجع اخويا. ايوه زي ما بقولك، عايز تساعد اخوك ساعده انت وامك باي مبلغ كل شهر يحطه في ايجار البيت، لكن اوعى ترجعه تاني. اخوك لو رجع المرة دي مش هتعرف تخلعه تاني ولا بالطبل البلدي. انت خلاص اشتريته وهو باع. هيرفض ومراته هترفض، وهترجع اوحش من الاول مع مراتك. يا راجل ده ضرب مراتك اكتر من مرة وهنها وقل ادبه هو ومراته على مراتك. لو امك مش عارفة بنت اختها كويس ومش عارفة ان اخوك ضعيف الشخصية قدام مراته، ما كانتش ساعدتك تشتري حق اخوك. لو كنت مستحرم في اللي حصل لاخوك زي ما بقولك ساعده في الايجار، اعتبرها بنية لله، ثم حقه في الفلوس اللي امك دفعتها لك في البيت، لكن اوعى ترجعه عندك تاني. خلاص، لو امكانياتك ما تسمحش ان انت تساعده كل شهر، في اقتراح: اجر الشقة بتاعته لاي حد غريب. استشير امك ومراتك، اي اسرة، والايجار اللي تاخده اقسمه بالنص بينك وبين اخوك، من غير ما تقوله ان ده حقك في الفلوس اللي امك دفعتها ليا ان انا اشتري حقك في البيت، علشان ما يبقاش طمع، ما يقولش ده حقي. عرفه ان دي مساعدة منك ليه. لكن زي ما بقولك اوعى ترجع اخوك تاني البيت. ده رأيي، انتم رأيكم ايه؟ في انتظار تعليقاتكم على المشكلة دي، بسبب عيال اطفال بتلعب، اخوات اتقطع حبل الود والمحبة بينهم واتقطعت صلة الرحم بسبب العيال وقلة عقل الستات. ربنا يعافينا من النوعية اللي زي دي من الستات. في انتظار حكاياتكم على 0122 916 2019. قبل ما اقول سلام، تعرفين رجاء اليومي والحاحي عليكم، ما تنسوش تترحموا على امي وابويا وحبيبه بنت اختي وكل امواتنا. اشوفكم على خير.